اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. في بداية الفيديو تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرحم شهدائهم ويقويهم يا رب على اللي هم فيه. ويعني كثفوا الدعاء يا جماعة، لان هم في امس الحاجة ان احنا نقف جنبهم حتى ولو باللي نقدر عليه. الفيديو ده متأخر جدا، معلش سامحوني. ان شاء الله هحاول انزل معاكم فيديوهات الفترة اللي جاية. الفيديو ده تحضيرات العيد، من بداية مثلا الصلاة كده بتاعة العيد لحد آخر اليوم. في التوقيت ده وانا بحضر ضيافة العيد كانت صلاة العيد شغالة وتكبيرات العيد كانت شغالة. ربنا يجعل ايامكم كلها اعياد، وان شاء الله كل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له. جيت هنا قلت هحضر ضيافة العيد على ما الصلاة تخلص. حطيت بقى شوية بسكوتات وشيبسيات وكلام من ده، وحطيت الكحك والبسكوت بتاع العيد، رصيته كده رصة حلوة. وهنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض في ضيافة العيد. آه، الناس اللي بتحب بقى الكحك والبسكوت اكتبوا لي تحت عملتوا ايه في الجريمة بتاعة رمضان، ان احنا طالعين بقى من رمضان وحلويات ومشروبات وسكريات. هوبا رحنا داخلين في كحك العيد، وراه على طول رنجة وفسيخ. قولوا لي بقى ايه الدنيا، ايه فليذهب الدايت الى الجحيم. طبعا احنا بنيجي مثلا في رمضان والعيد وبعديها كمان بحبه. لا مش هينفع نعمل دايت، وداخل علينا كمان عيد الاضحى، فته ولحمه وحاجات زي كده برضو. مش الدايت ما ملهوش سقف، خلاص لازم نكسر الدايت. المهم، آه العيد ليه فرحة وليه بهجة. في أي مناسبة لازم تستغلوها وافرحوا واتبسطوا مهما كانت الظروف، ومهما كنتي انتي عندك ضغوطات وعندك مشاكل وعندك حاجات انتي مش عارفة تتخطيها. حاولي تجددي طاقتك وترجعي من أول وجديد وتقفي على رجلك. وأكيد ربنا مش بيدينا حاجة غير لما نكون احنا قدها. فالدنيا فيها حاجات حلوة كتير، استمتعوا بحياتكم واعملوا ذكريات حلوة بينكم وبين الناس اللي بتحبوها، لان هي دي اللي هتبقى لنا بعدين. لما الناس تشوف الذكريات الحلوة اللي بيننا وبينهم هيدعوا لنا، يفتكرونا بالخير، يقولوا في غيابنا كلمة حلوة، وهو ده اللي احنا عايزينه. حطيت بقى هنا شوية مقرمشات وبونبوني وسوداني ونوجا وشوكولاتة ومارشميلو، وحطيت كمان ترمس. والترمس ده انا كنت عاملاه في البيت وكان طعمه خطير خطير. ان شاء الله هعمله معاكم قبل كده فين هعمله معاكم بعد كده في فيديوهات جايه. معلش سامحوني، بقالي كتير ما عملتش فويس اوفر على الفيديوهات فمتلخبطه شويه. المهم، هنعمل مع بعض الترمس وهوريكم طريقه حلوه قوي هتودي طعم الترمس في حته تاني زي اللي انتوا بتشتروه من بره واحسن كمان. ابتديت بقى اجهز السفرة لضيافة العيد علشان هندخل على جريمة الرنجة بعدها، بس الجريمة دي انا معرفتش اصورها بقى. المهم، دي كانت الضيافة البسيطة بتاعة العيد. قولولي بقى انتوا عملتوا بقى الكحك في البيت ولا اشتريتوه جاهز زي حالاتي وكستلته واستسهلته في نفس الوقت؟ انا عن نفسي كستلت. وقت رمضان كان ضيق جدا وما كانش هينفع بقى نقعد نعمل كحك وبسكوت والكلام ده. كلنا الرنجة والفسيخ ونمنا وصحينا ونزلنا خرجنا. ده كافيه كده، كان فيه عروض كتير قوي، انا اللي عرفت اصوره صورته لكم. دي تنورة والباندا دي كمان. مين بقى زيي بيخاف من الشخصيات دي؟ اديني قلت لكم اهو، واعترفت على نفسي ان انا بخاف من الحاجات دي جدا. انا في المكان ده كان معايا ماما واخويا، عايزه اقول لكم اخويا كان عمال يضحك طول الوقت عليا ان انا خايفه، وعمال يقول لي العيال الصغيره مش خايفه، انت خايفه ازاي؟ خلصنا في المكان ده وبعد كده رحنا باب الشام اللي في الرحاب. ابن الشام قصدي، اللي في الرحاب. المكان ده انا بحبه جدا وبحب اكله جدا. انا اصلا بحب الاكل السوري قوي. الاكل السوري بالنسبه لي يعني مزاج كده. فطلبنا بقى فراخ بروست وطلبنا كفتة وطلبنا برضو فراخ مشوية، وبينزلك بقى طبق سلطات ورز بسمتي وطحينة
حاجات حلوة كتير وخضار مشوي. الطبق ده ادمان بقى، ان بيبقى فيه تومية ومخللات وسلطات خطير. الفراخ البروست بتاعتهم جبارة يا جماعة، بجد حلوة قوي، بتنزل سخنة ومستوية ومقرمشة، كل حاجة فيها حلوة. بعديها كده رحنا على باللبن. كانوا الولاد عايزين حاجة حلوة، جبنا بقى منه شوية حاجات كده. بصوا انا ماليش قوي في المنتجات والحاجات اللي بتطلع ترند وجديدة دي، بس جربتها. كان المكان زحمة وبتقفي بقى وقت طويل جدا علشان تاخدي الاوردر بتاعك. خدنا بقى الحاجات من عند باللبن ومشينا. رحنا وقفنا على النيل. انا من عشاق النيل. في ناس بتشوف ان ايه يعني المتعة في انك تروحي تقفي على النيل. لا طبعا انا بحب وقفة النيل جدا. بحب كده اقعد ابص للنيل واستنشق كده هوا نقي، واقعد افكر بقى وارمي كل حاجة جوايا في النيل بقى يا جماعة. حاجة حلوة، حاجة وحشة، المهم ان انا يعني بفضي كل الطاقة اللي جوايا في النيل علشان اعرف ارجع اكمل من اول وجديد. كل حد فينا ليه حاجة كده بيحب يعملها. في ناس لما بتزعل بتحب تاكل كتير جدا، بيكون عندها شراهة للاكل. في ناس بتحب تخرج، في ناس بتحب تقعد لوحدها. كل حد بقى ودماغه. هنا بقى كنت روحت البيت، وكانت حماتي واخوات جوزي جم، وكانوا جايبين معاهم البسبوسة والتورتة دي. البسبوسة كان طعمها خطير خطير جدا والله، كانت تحفة. احلى وقت لما تكوني العيلة متجمعة. وانا اليوم ده كانت عيلتي وعيلة جوزي، فالاتنين كانوا متجمعين، كان يوم حلو قوي. ربنا يا رب يديم اللمة علينا وعليكم، ودايما متجمعين مع حبايبكم في الافراح وفي الخير دايما. ان انتي تبقى بيتك مفتوح دايما للناس اللي بتحبك، دي حاجة حلوة. فربنا يا رب يحبب فيكم خلقه. انا الحمد لله اليوم ده كنت مبسوطة جدا ان العيلتين متجمعين وقضينا وقت لطيف مع بعض. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. آه قولوا لي بقى انتوا رحتوا فين في العيد، عملتوا ايه، خرجتوا رحتوا فين؟ احكوا لي كده في الكومنتات قضيتوا العيد بتاعكم ازاي. وان شاء الله الفترة اللي جاية هننزل بقى بتنظيفات العيد الجديد، عيد الاضحى. ربنا يعني يبلغنا العيد كلنا في سعادة وفرح ان شاء الله. هعمل لكم فيديوهات حلوة قوي، انتظروا بقى الفيديوهات اللي جاية. انا مصورة فيديوهات، بس دعواتكم ان انا يكون عندي طاقة اجمع الفيديوهات دي. باي باي، مع السلامة.